القطط لا تحب الحلاوة ولا تكرهها، في الواقع لا يمكنهم تذوق الحلو على الإطلاق. أحد الأشياء التي قد تفاجئك بشأن القطط هو أن الإحساس بالحلاوة الذي ربما تستمتع به أنت، قطتك ببساطة لا تفعله ولا تستمتع به. فالقطط لديها فقط 470 من براعم التذوق مقارنة ب 1700 في الكلاب و9000 في البشر. من بين تلك مستقبلات التذوق المحدودة في أفواه القطط، لا يوجد أي منها مبرمج لتذوق الحلاوة. القطط هي حيوانات آكلة للحوم، مما يعني أنها يجب أن تأكل اللحوم بدلا من المواد النباتية. من ناحية أخرى، فإن سكر المائدة والحلويات الحديثة ليست طبيعية للقطط، ولا تهضم القطط السكر بكفاءة عالية. إذا كانت القطة تأكل السكر، فقد ترى أعراض القيء أو الإسهال أو عدم الراحة. يمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة اعتمادا على مدى حساسية قطتك وما أكلته. بالإضافة إلى ذلك، على المدى الطويل يمكن أن يتسبب استهلاك السكر في زيادة الوزن ومرض السكري ومشاكل الأسنان ومشاكل صحية أخرى.